وانا بدور واكثف البحث اكتر، لقيت مقال بيتكلم عن الانترنت المظلم، وازاي الانترنت اللي بنتعامل عليه يوميا في الغالب اقل بكتير من حجم التعاملات اللي بتحصل على الانترنت المظلم. الانترنت المظلم ده حقيقي مظلم، عتمة وحاجات ما تدخلش عقل، في بلاوي ما ينفعش نقرب منها ولا حتى نسمع عنها او نشوفها، لكن ممكن يكون فيه اجابات. نزلت برامج تسمح بالتصفح على منصات الانترنت المظلم، وبالفعل حاولت ادخل واحاول افهم اكتر. مش عارف جالي منين الشغف ده كله علشان اعرف. في الاغلب انا شخص هادي ومش مستعجل على حاجة، لكن لهوجتي ولجاجتي الشخصية في اني افهم اكتر ملهاش تفسير ليا انا شخصيا لحد دلوقتي. مش عارف مالي، شكلي اتغيرت. وانا بدور على الانترنت دخلت على موقع بيتكلموا فيه عن الدجل والشعوذة، ولقيتهم بيتكلموا فيه ان ممكن